سروال على غير المقاس. كان العميد إدريس فاتح يتولى المداومة الأسبوعية في المفوضية المركزية. كان معه في تلك الليلة الباردة مجموعة من الضباط والمفتشين التابعين للدائرة الأولى. كان على أفراد المجموعة المكلفة بالمداومة الليلية أن يحضروا في 6:30 مساء ليستمر عملهم حتى 8 من صبح اليوم الموالي. برودة الجو أضفت على المكان هدوءا وسكينة، ولكنه هدوء لم يدم طويلا. في 11:30 أبلغ المسؤول عن قسم المواصلات بأن سيدة تسكن في زنقة أحمد الديوري اتصلت تطلب النجدة. قالت إن مجهولا هجم على شقتها بينما كانت مع زوجها الذي أصيب إصابات خطيرة. نهض العميد إدريس فاتح وطلب من عدد من الضباط أن يرافقوه إلى المنزل الكائن بزنقة أحمد الديوري. لم يكن المكان يبعد كثيرا، فبعد بضع دقائق كانت سيارة الشرطة متوقفة عند باب العمارة. أسرع رجال الشرطة إلى الشقة الواقعة في الطابق الثالث. كانوا يأملون في التمكن من إغاثة الرجل المصاب، ولكنهم لم يستطيعوا سوى استنتاج أن الرجل قد فارق الحياة. كان مجندلا بجانب السرير في غرفة النوم غارقا في دمه. في الشقة كانت امرأة شابة أصيبت بجرح في يدها. طلب العميد سيارة إسعاف لنقل المرأة إلى المستشفى، ولكنها فاجأته بأنها لا ترغب في ذلك وتفضل انتظار الصبح لتتوجه إلى مصحة خصوصية. المعروف عن العميد إدريس فاتح أنه من طينة العمداء الذين لهم قدرة كبيرة على الصبر والتريث، وما دام أن المرأة لا ترغب في الذهاب إلى المستشفى فإنه لا يرى مانعا في أن تظل بالبيت. بدت وقد ضمدت جرحها بوسائلها الخاصة. بادرها العميد بسؤالها عن هويتها. أخرجت من دولاب غرفة النوم بطاقة تعريفها الوطنية وقدمتها إليه. اسمها حياة الحدادي. قالت إنها زوجة القتيل قاسم التماري. سألها العميد عن الوقائع. قالت إنها كانت نائمة مع زوجها وفجأة أحست وكأن باب الشقة قد فتح. أيقظت زوجها، ولكن ما أن كاد ينهض حتى فاجأهما رجل قوي البنية بوجوده في الغرفة. كان يحمل في يده مدية، كان يلوح بها ويطلب منها أن تسلمه ما لديها من حلي. قالت إنها أبلغته أنها لا تملك حليا من ذهب. وقتها قصد الدولاب. في تلك اللحظة، تقول المرأة، ارتمى عليه زوجها، ولكنه باغته بطعنة فانهار فاقدا الوعي. أبلغ العميد إدريس فاتح العميد المركزي وتم إبلاغ وكيل الملك. بعد لحظات صدرت التعليمات بأن تطلب سيارة لنقل الأموات وأن تحمل جثة الهالك إلى المستودع البلدي للأموات. بعد أن نقلت الجثة، طلب العميد من السيدة حياة أن تركب سيارة الإسعاف لنقلها إلى المصحة التي تريد أن تذهب إليها، ولكنها فاجأته مرة أخرى بأن قالت إنها تفضل الانتظار إلى أن ينتهي من المعاينة حتى تستعيد مفتاح شقتها لتعود إليها بعد أن تعالج جرحها. أثناء المعاينة لاحظ العميد إدريس فاتح أن الاعتداء وقع في غرفة النوم وأن لا أثر للهجوم في باقي الغرف. تم نزع الإزار والأغطية التي كانت على الفراش، كانت ملطخة بالدماء. أمر العميد بتحويل الفراش من مكانه. اكتشف تحته سروالا، كان سروالا أسود، سروال رجل. أثناء تفتيش جيوبه عثر العميد على مبلغ 1200 درهم، 6 أوراق من فئة 200 درهم، كما عثر على مفتاح صغير لم يكن مفتاح باب الشقة. قالت حياة إنه سروال زوجها. على الأرض بجوار الفراش
مناديل ورقية مستعملة. تقرر تعليق المعاينة. طلب العميد من حياة مفتاح الشقة لإغلاق الباب. قالت إنها تريد الاحتفاظ بالمفتاح. أجابها العميد بأنها بعد أن تعالج جرحها ستكون ملزمة بالحضور إلى المفوضية لتسجيل أقوالها في محضر قانوني. رافقها ضابط إلى المصحة، وكانت التعليمات ألا يدعها تتصل بأحد. في الطريق إلى المفوضية وكانت معه الأشياء التي تم حجزها، عرج العميد على مستودع الأموات. علم أن الطبيب الشرعي الدكتور صبري موجود. دخل وعلم من الطبيب أن الرجل قاسم التماري مات متأثرا بالطعنة التي أصابته جهة القلب، ورجح أن يكون ذلك حدث في حدود 10:10 ليلا. تسلم العميد ملابس القتيل، كانت ملطخة بالدم. لاحظ أن السروال ليس من نفس قياس السروال الذي عثر عليه تحت الفراش في منزل الضحية. وحتى لا يبقي على أثر للشك، طلب من الطبيب أن يقيس محزم الضحية. كان قياسا يصغر بكثير عن قياس السروال الأسود. في جيب قميص القتيل اكتشف العميد بطاقة لركوب القطار من سيدي سليمان إلى القنيطرة. في المفوضية كان العميد المركزي ينتظر عودة العميد إدريس فاتح ليبلغه بتفاصيل ما توصل إليه. سلم المحجوزات وقدم تقريرا أوليا. تقرر أن يتم توسيع دائرة البحث بغرض الحصول على معلومات أوفى حول الهالك وزوجته. سجل المحققون شهادة لجارة حياة الحدادي التي تسكن أيضا الطابق الثالث في العمارة. قالت إن السكان يعلمون فساد أخلاق المرأة، وأنها تستغل غياب زوجها الذي كان يبيع الأثواب في الأسواق لاستقبال أجانب في منزلها. شهادة أخرى استقاها المحققون، وهي شهادة حارس العمارة الذي قال إنه ليلة الجريمة وبينما كان يغلق نافذة مسكنه شاهد رجلا يغادر العمارة وهو لا يرتدي سوى سروال داخلي قصير. أسر الحارس بأنه عجب لأمر الرجل وإنه حاول اللحاق به، غير أنه تمكن من الاختفاء سريعا. بدا للمحققين أن الأمر يقتضي الآن استنطاقا دقيقا للسيدة حياة الحدادي. تم الاتفاق على أن يتاح لها المجال لتدلي بما تشاء من أقوال، علهم يجدون في ذلك ما يساعد على فك لغز الجريمة. عادت السيدة حياة من المصحة بعد أن عالجت الجرح الذي أصيبت به في يدها. كان المحققون في انتظارها في المفوضية. قالت إن زوجها عاد إلى المنزل في حدود 6:30 مساء بعد أن ظل غائبا 3 أيام في الأسواق، وبعد تناول العشاء آويا إلى غرفة النوم. كانت الساعة تقترب من 9:30. قالت إنه نام بملابسه لفرط التعب وإنها تعودت على ذلك منه. قالت حياة إنهما ما كادا يستغرقان في النوم حتى أحست بوجود شخص في الشقة. حاولت أن توقظ زوجها لكنه لم يستيقظ بسرعة. وقتها كان الرجل واقفا في غرفة النوم. لم تغير حياة أقوالها، وخلصت بروايتها إلى محاولة زوجها مصارعة الرجل وتعرضه للطعنة القاتلة. عدا الاستماع إلى أقوال حياة فقد وضعت العمارة وجوارها تحت المراقبة. في 10 صباحا أمسك حراس الأمن برجل كان يحاول فتح سيارة كانت مركونة بزنقة أحمد الديوري. كان الرجل قوي البنية ويضع على كفه الأيمن ضمادة. قال إن السيارة له وإنه أضاع المفتاح ولذلك هو يحاول فتحها. أبلغ الحارسان عن الأمر. تم الاتفاق على جر السيارة إلى المفوضية وأن يتم فتح أبوابها هناك، فإذا ما تبين أنها للرجل أخلي سبيله وسلمت إليه سيارته. استدعى رئيس فرقة المحققين المسؤول عن مرآب المفوضية وطلب منه أن يأتيه بمفتاح سيارة من نفس نوع السيارة التي تم جرها من زنقة أحمد الديوري. تم إحضار مفتاح السيارة.
قام رئيس المحققين بمقارنته مع المفتاح الذي عثر عليه في جيب السروال الأسود، ذاك الذي عثر عليه تحت فراش الضحية. كان مفتاح سيارة. جرب الضابط فتح باب السيارة فانفتح. داخل السيارة كانت الأوراق تشير إلى أنها في ملك الرجل ويدعى المختار المصلوحي. حاول الرجل أن يمزج بين الجد والهزل، اصطنع ابتسامة وقال: الشرطة تملك مفاتيح كل شيء. صار الرجل موضوع شبهة. سيق إلى مكتب الاستنطاق، قال إنه يعمل بائع عطور، وإنه دأب على ركن سيارته بزنقة أحمد الديوري لأنها أكثر أمنا. سئل عن الجرح الذي في كفه الأيمن، قال إنه ناتج عن انكسار قنينة في يده. بعد عرضه على الطبيب اتضح أنه جرح عميق نتج عن أداة حادة. أيقن المحققون أن المختار المصلوحي كان في شقة حياة الحدادي، وأن السروال الأسود سرواله، والمفتاح الذي عثر عليه في جيب السروال هو مفتاح سيارته. لم يكن أمامه من خيار سوى الاعتراف. اضطرت حياة الحدادي إلى الاعتراف أيضا. قالت إنها تقيم علاقة غير شرعية مع المدعو المختار المصلوحي، وإن زوجها عاد فجأة إلى المنزل بينما لم تكن تتوقع عودته. اكتشف وجود الرجل فلجأ إلى المطبخ وأخذ مدية. قالت إنه حاول أن يذبحها فاتقت المدية بيدها ما تسبب في جرحها. في العراك الذي دار بين زوجها وعشيقها، تمكن الأخير من أن يوجه المدية إلى صدر الزوج المخدوع، فكانت الطعنة القاتلة. عاد المحققون مع حياة إلى شقتها، دلتهم على المكان الذي أخفت فيه المدية. اكتملت الحجج والأدلة يقويها اعتراف الظنينين. كانت المدية تحمل آثار دم وبصمات تعود إلى القتيل وزوجته وعشيقها.